لو حد قرب من نبات الصبار أو حتى إيده جت عليه بالغلط يبقى هو اللي جرى على نفسه. طب تخيل بقى إن نبات الصبار ده يبقى غذاء لأحد من الحيوانات، وكل الكلام ده ما بيفرقش مع الجمل اللي هو سفينة الصحراء اللي بيقدر يتحمل ظروف الحياة الصعبة، ده غير قدرته إنه بيقدر يوصل 6 أيام كاملين من غير أي مية، وفي الشتاء ممكن ال6 أيام دول يوصلوا ل15 يوم. طب هل كل ده لدرجة إنه ياكل نبات الصبار وبمنتهى السهولة كأنه مش بياكل حاجة خالص؟ وطبعا السر في ده بيرجع إلى فمه العجيب القوي اللي يقدر ياخد حتة من الصبار ويمضغها كويس جدا، وده طبعا بمساعدة اللسان وعضلات الفم بيقدر يمضغ كل أشواك الصبار وبياكلها وبسهولة جدا. بيقدر يمضغه لدرجة إنه بينزل في المعدة بشكل عمودي من غير ما يجرح نفسه بالأطراف الحادة اللي موجودة في الصبار. تاني نوع من الحيوانات هو حيوان أنفض البحر، ولو ركزنا على أنفض البحر هنلاقي إن صعب أي حيوان يقدر يقرب منه أو حتى يبص عليه. عبارة عن كرة من الأشواك الحادة القوية جدا، وموجود منها أكتر من 100 نوع في كل المحيطات. مش بس أشواك صعبة جدا ومستحيل أي حد يقرب منها، لا هي كمان أشواك سامة. لكن بالنسبة لحيوان الأنقليز الذئبي، أنفض البحر ده واحد من أهم الوجبات اللي بيعيش عليها، ولا حتى بيفرق معاه إذا كانت أشواك حادة أو حتى أشواك سامة. حيوان جلده قوي جدا، وده اللي بيخليه ما يتعرضش لأي أذى من أنفض البحر ولا حتى من أسنانه اللي بتقدر تفرتك أي حاجة تدخل جواها. بالإضافة كمان إن أنيابه الحادة بتساعده بقوة، بيقدر يطحن أنفض البحر بأشواكه وبيبلعه بمنتهى السهولة كأنه مش بياكل حاجة. فصيلة مختلفة عن الحيوانات ومش بيهمها أي حاجة. ولو في فكرة معينة حابين نتكلم فيها اكتبولي في الكومنتات.